بسم الله الرحمن الرحيم. استعمال التمثيلات البيانية للتنبؤ. في هذا الدرس سنتعرف على 3 نقاط، ونبدأ بالنقطة الأولى وهي استعمال التمثيل بالخطوط للتنبؤ. هنا يقول لي في هذا المثال: قرأت أسماء كتابا خلال عطلة الصيف، والتمثيل المجاور يبين الوقت الذي استغرقته في قراءة الكتاب. تنبأ بعدد الأيام التي تحتاج إليها أسماء لقراءة 150 صفحة من الكتاب. الحين هنا عندنا واضح، في اليوم الأول قرأت إلى هنا قريب لل20 صفحة، في اليوم الثاني قرأت تقريبا 30 صفحة، في اليوم الثالث قرأت مثلا 45 صفحة، وهكذا إلى اليوم الثامن. هنا يقول لي متى ممكن توصل إلى 150 صفحة. لو جينا نقارن هنا أو نتابع ندقق هنا، ممكن 150 راح تكون هنا لو زدنا بين كل مربع مربع 20 زي ما هو ممتد، فهنا بيكون 160. فمعناها في نصف هذه الفترة مفروض تكون عدد 150 في نصها، فأقدر أجي أحدد تقريبا النص هنا بالضبط، وأحط خط. ممكن أنزلها شوي، أحط هذه تقريبا في النص بين الخطين. فهنا لو امتد هذا الرسم بنفس الاتجاه بهذا الشكل، مفروض تقريبا بيوصل هنا تقريبا. فأجي أحدد الأيام اللي ممكن يخلصها هنا، 9 أيام، هنا 10 أيام، يعني تقريبا راح تحتاج أسماء إلى 10 أيام لقراءة هذا الكتاب. فهنا تنبأ بعدد الأيام بناء على الرسم، بناء على فكرة القراءة اللي قاعدة تقراها أسماء. فهنا تقريبا في هذا الجزء هي بتوصل أقل شوي، ممكن 9 أيام ونص أو 10 أيام. فهنا نقول 10 أيام. وهذا بالنسبة للتنبؤ بالخطوط، يعني يجينا خط ومحطوط فيه نقاط، نستمر في الخط، نستمر ونوصل هنا عندنا 150. فنشوف وين يوصل عند 150، تقريبا عند في 10 أيام. أما بالنسبة للنقطة الثانية وهي شكل الانتشار يعطينا علاقة، يعني بعض الأحيان ما يكون في خط مستقيم بالضبط، ممكن يكون نقاط بهذا الشكل، بس واضحة أنها قاعدة تتجه في هذا الاتجاه، متجهة في ارتفاع. فهنا هذه اللي يسموها علاقة طردية، كلما زادت الأيام زادت الأرباح مثلا، كلما زادت السرعة زادت المسافة مثلا، كلما زاد شيء زاد الآخر، فهنا علاقة طردية. أما لما أجي مع امتداد الأيام قاعد ينزل الشيء، فهذه يسموها علاقة عكسية. مثلا كلما زادت السرعة قل الزمن، فهنا متجه إلى منطقة محددة، إذا زدت سرعتي أكيد بقل الزمن، فهذه يسموها علاقة عكسية يعني. أما إذا كان بهذا الشكل، مرة زائدة مرة ناقصة، ما في شي ثابت، هذه ما في علاقة موجودة، فهنا لا توجد علاقة. فهنا مثلا لو قال لي أوصف العلاقة اللي موجودة هنا نقول علاقة طردية. فهنا علاقة طردية لأن كل ما زادت الأيام زادت عدد الصفحات. أما بالنسبة للنقطة الثالثة فهي استعمال شكل الانتشار للتنبؤ. هنا يقول يبين شكل الانتشار أدنى، أو يبين شكل الانتشار أدنى أرباح إحدى الشركات منذ عام 1420 إلى عام 1440 بالملايين. تنبأ بقيمة أرباح الشركة في عام 1444. فمعناها احنا نحتاج نكمل الامتداد. طبعا ما كان موجود الخط، أنا أحط الخط وأحط تنبؤ لهذا الخط، فيستمر الخط بهذا الشكل.
فإحنا وصلنا ل1400. طبعا كان النقاط محطوطة بهذا الشكل، أحط خط يتناسب مع هذه النقاط. ممكن يكون الخط مايل للأسفل شوي، ممكن يكون مرتفع شوي، لأن هنا يظل موضوع تنبؤ يعطي إجابة تقريبية. فأنا لما أخذت الإجابة بهذا الشكل أو أخذت النقاط بهذا الشكل، أجي أتنبأ تقريبا 1444 بتكون في هذه الجهة، يعني هنا في هذا الاتجاه هي 1444 تقريبا. فلو امتدينا هنا بيكون النقطة موجودة في هذا الاتجاه، هذا الاتجاه يعني تقريبا جاية في هذا الجهة، في هذا الجزء. من هنا إلى هنا قاعد يزيد 2، فمن هنا إلى هنا قاعد يزيد 2. فبما أنه يزيد 2 يعني نصها 17، هي ما وصلت للنص، أقل من النص يعني 16 ونص تقريبا. فهنا نقدر نقول 16,500، أو عفوا 16,500,000. فهذا التنبؤ الممكن يوصل فيه الأرباح عام 1444. فهنا مدينا الرسم بخط حتى نوضح الانتشار. وشفنا هنا عند عام 1444 لو زودنا المربعات أو أخذنا التقريب، هنا مربعين ممكن يكون في هذا الاتجاه تقريبا. أجي أشوف هنا كم يوصل عند النقطة هذه، ومتخط بهذا الشكل. أشوف هذا الخط مو لازم أرسمه طبعا، إنما هنا امتداد. فأشوف هذه النقطة بتكون أزيد من 16 بشوي. لو زدنا هنا 18، زدنا 2 معناها أقل من نص، أقل من نص هنا ف16 ونص، أو بنقول 16,500 أو 16,500,000. وهذا بالنسبة للتنبؤ لعام 1444. وهذا بالنسبة أيضا لدرس التمثيلات البيانية للتنبؤ.